كلنا عارفين ازاي بنجيب مصادر للمونتاج والتصميم. في مننا بيروح لفريبك، في بيروح لبيكسلز، وفي بيروح لغيرهم. بس النهارده معانا موقع ما بيجيش على بال اي حد لما بيجي يدور على مصادر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هنتكلم عن ازاي نجيب مصادر من موقع كانفا. لما بندخل للموقع بنروح على كاستم سايز علشان ننشئ المساحة اللي فيها هنحط الأيقونة أو الشيء اللي احنا عايزين نستخدمه أو نحمله على الجهاز. أنا هختار 1000 في 1000. نعمل create new design. من هنا بنروح للإليمنتس عشان نجيب الأيقونات اللي احنا ينفع ننزلها. من هنا نقدر نبحث عن الأيقونات عشان نعرف إن احنا نحطها في المساحة بعدين ننزلها. أنا مثلا هختار الأيقونة دي. من هنا ممكن نختار اللون بتاعها، من هنا الشفافية بتاعتها، وبعدين نكبرها عشان ناخدها بأعلى جودة. عشان ننزل الصورة فهنيجي الفايل داونلود، وبعدين نعمل داونلود. من هنا هتتحمل معانا الصورة وبصيغة PNG. بس هتواجهنا مشكلة واحدة، إن لازم الخلفية تكون مش موجودة عشان احنا نحطها. ممكن الأمور دي تتحل بالمونتاج، بس عشان نحلها هنا لازم يكون معانا حساب برو. بعد ما بيكون معانا الحساب البرو بنروح على فايل وداونلود. بس بنيجي نعلم على الخيار ده عشان تنزل لنا بدون خلفية، فما نحتاجش ان احنا نعمل اي حاجة في المونتاج. كانفا مش بس العناصر، ممكن من خلاله ننسق الالوان. لو عايز تعرف الطريقة تابع الفيديو اللي هيظهر لك دلوقتي. السلام عليكم.